يا جماعة أنجيلو وصل لمرحلة صعبة، بيلعب وهو بياكل وهو ماشي وحتى وهو بيستحم، الإدمان وصل لليفل الوحش. ماما قفشت الموضوع وقررت تصادر الجهاز، والمصيبة إنها سلمته لبابا وقالت له خليه معاك أمانة، دي بتسلم القط مفتاح القرار. بابا بيبص للجهاز بفضول، ضغطة واحدة بس كانت كفيلة إنها تحوله. بصوا عينيه برقت وقلبت بيكسلز إزاي. الراجل اتسحب يا جدعان. أنجيلو حاول يشتته بخضروات غريبة، بس بابا كان في عالم موازي، بيقتل الزومبي ومش سامع ولا شايف أي حاجة حواليه. الموضوع بقى خطر، بابا كان هيلبس في اتوبيس وهو بيعدي الشارع، وقع الواد بالسكيت بورد، الراجل ماشي مغيب تماما. شوفوا بيبدل العجله ازاي وهو باصص في الشاشه، ده بيعمل حركات بهلوانيه من غير ما يقصد، ساتر ربنا هو اللي ممشيه. إلينا كمان دخلت على الخط، بدل ما تفتن عليه استغلت الموقف وبقت تبتزه عشان تاخد فلوس، العيله دي مفيش فيها حد سليم. ماما طلبت منه يقص النجيل، قام رسم متاهة في الجنينة بالمكنة وهو بيلعب. أنجيلو واقف يتفرج ومذهول من اللي بيحصل. انجيلو جاب ايثان ووصلوا لقرار لازم نساعد بابا يختم اللعبه عشان يزهق منها ويرجع لنا طبيعي، وبداوا يغششوه. وفجاه جت الفرصه، إلينا اتحشرت في المدخنه، فبابا اضطر يسيب الجهاز على السفره ويطلع ينقذها، اللحظه دي مش هتتكرر. ايثان استلم الجهاز وبدا يفرم في المراحل بسرعه خرافيه، الخطه انهم يخلصوا اللعبه لبابا في غيابه وهو مش واخد باله. بابا راجع، انجيلو قفل الباب بجسمه وقعد يزق عشان يعطله، اثبت يا وحش لسه فاضل دقيقه، الواد بيصارع تاوري هايج. إيثان فنان، وصل للوحش الآخر وساب فيه نفخة واحدة بس، ورجع الجهاز مكانه بسرعة قبل ما بابا يدخل. شغل معلمين. بابا دخل مسك الجهاز داس زرار واحد والوحش مات، طبعا هو صدق نفسه وفاكر انه لعيب عالمي، انا ختمتها يا ولاد. انجيلو حب يحبك الدور قال له يا بابا انت كده قفلت اللعبه خلاص بقيت اسطوره، بياكلوا بالكلام عشان يقتنع ويسيب الجهاز. إلينا حاولت تتسحب زي الحرامية وفاكرة بابا مش واخد باله، بس بابا كان صاحي لها، رايحة فين يا حلوة هاتي المفاتيح. وهم خارجين مقهورين، إيثان فجر القنبلة وقال بكل براءة على فكرة نزل منها جزء تاني في 2، يخرب بيتك يا إيثان. بابا سمع جزء تاني وعقله طار، زقهم وطلع يجري زي المجنون رايح يشتري الجزء الجديد حالا، الإدمان ملوش علاج. تفتكروا أنجيلو هيلحق يوقف بابا قبل ما يختم الجزء التاني كمان؟ العيلة دي مش هتشوف يوم راحة، وعشان كده